النهارده هنعمل معاكم حاجه من الحاجات السهله السريعه. هنعمل كفته الفراخ من غير خطوات كتير، وفي خطوه واحده هتعملي احلى كفته فراخ. كمان كله في الكبه مع بعضه هتعملي احلى كفته فراخ. هنبتدي بالخطوات. نص كيلو من الفراخ المخليه، صدور او وراك او الاتنين مع بعض حلو خالص في الكفته. فاحنا هنا معانا نص كيلو، تقدري تضاعفي الكميه او تقلليها، على 4 بصلات، على قرن فلفل، على 5 6 فصوص من الثوم، على حزمه من البقدونس. البقدونس بيفضل كمان في اي كفته لحمه او فراخ، ما بيسمرهاش وبيكون حلو خالص وبيديها طعم ونكهه حلوه خالص عن الكزبره والشبت، عشان ممكن يسمروها معاكي. وبرده براحتكم زي ما تحبوا. هنجيب البهارات كله مع بعض في الكبه كده وتفرميهم مع بعض. معلقه من البابريكا، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، معلقه من الملح، معلقه من الكزبره، معلقه من 7 بهارات، معلقه من بهارات الكفته، او معلقتين من بهارات الكفته. كله مع بعضه في الكبه. وتقدروا كمان مش تفرموا الفراخ، تكون صحيحه برضو قطع كده، وكله مع بعضه بيطلع معاكي النتيجه دي مختلطه كلها ببعضها. يبقى ما فيش اسهل من كده. لو حسيتوا ان الكفته طريه معاكم شويه او بتلزق او كده، تقدروا تضيفوا لها معلقتين من البقسماط العادي خالص. بتنشفها معاكي، بتشدها معاكي، مش قصدي بتنشفها، يعني بتشد معاكي الكفته عشان تعرفي تصبعيها ولا حاجه. بندخلها في التلاجة ساعه ولا ساعتين، تبع ما يكون معاكم وقت ولا حاجه. تقدروا تصبعوها على طول لو هي متماسكه وكده. الكفته هنا احتاجت معلقتين من البقسماط، حطيت فيها معلقتين من البقسماط بسهوله جدا، وعجنتها مع بعض كده ودخلتها التلاجة. وقبل الغدا مثلا او قبل العشاء طلعي تصبعيها، بتبقى تحفه على سيخ كده او على عيدان الشيش او اي حاجه. بصبعي الكفته وتدخليها الفرن او تعمليها بالبقسماط. احنا هنا هنعملها وندخلها الفرن. فهنا عندنا الكفته اول ما بنطلعها من التلاجة، هنا انا بوريكم متماسكه وحلوه خالص. وبعد ما بطلعها من التلاجة بصبحها وكده، فبحطها بسمنه، اي نوع سمنه بلدي، اي حاجه. انا حطيتها في سمنه بلدي في الصينيه وكده. كترت شويه السمنه البلدي شويه، وحطيت فيها معلقه كمان في جواها عشان مش فيها اي دهون ولا اي حاجه. السمنه دي ليه؟ بتطريها جدا وبتخليها حلوه خالص وبتديها طعم ونكهه، عشان خاطر الفراخ ما فيهاش اي نسبه دهون. فبتفضل معاكي طريه كمان، ومش بتنشف معاكي في الفرن، بتاخد لون بسيط وحلو خالص. فالسمنه دي مهمه جدا. خطوه السمنه دي التركيه اللي عاوزه اقول لكم عليها. فهي السمنه مهمه جدا، بتطري الفراخ، بتطري معانا الكفته، وبتكون طريه وجوسي كده وحلوه. بتكون تحفه كمان، احسن من الزيت كمان، عشان الزيت بحس ان هو بينشفها كده، فمش عارفه. انا بعملها كده على طول بتكون تحفه. تقدروا عامه الكفته دي تقدروا تصبعوها وتحطوا فيها، تقلبوها في بيض وتعملوها في بقسماط وتحمروها على البوتاجاز. دي برضو تنفع يعني هنا لغايه الخطوه كده. لا اما تحطوها في صينيه وتدخلوها الفرن، لا اما بيض وبقسماط وتحمروها في الزيت. انا بحبها بالطريقه دي كمان، بتبقى تحفه، وتحسي كده طعم الفراخ فيها كمان، وبتكون معاكي تحفه جدا. جربوا الخطوه دي او جربوا الطريقه دي، وهتطلع معاكم جميله وهتعجبكم جدا. تبدأي بقى تصبعيها بقى على عيدان شيش، على اي اسياخ عندك، على اي حاجه، معلقه، اي حاجه، بتطلع معاكي الصوابع كده وما بتكشش عامه، ولا عشان مش فيها نسبه دهون. بتكون تحفه وطالعه معانا جميله وحلوه خالص. اكله بسيطه على شويه شيبسي، على شويه سلطه كده. عشوه برضو حلوه، تنفع للولاد، تنفع برضو تحطوها في اللانش بوكس ايام المدارس. تقدروا تصبعوها وتحطوها في اطباق فوم كده وتدخلوها الفريزر وتطلعوها على قد التحمير برضو. كله عادي، ينفع كل الخطوات. هنا بدخلها الفرن على الرف في النص، بشغل من فوق ومن تحت. ما بتاخدش 10 دقايق في الفرن. شويه سلطه كده، بس مش كان عندي خيار ولا حاجه، وشويه صوصات كده، وشويه شيبسي، وشويه مخلل، تاكلي احلى كفته. الكاميرا هنا مفتحه صوره الكفته وكده، بس هي متحمره من فوق ومن تحت. حتى انا ببين في الكفته وكده ان هي متحمره.